نقول لكم المغرب هرب عليكم. اليوم راكم شفتوها بعينيكم، 16 ملعب معتمد من طرف الاتحاد الافريقي. وتعرفوا هي 16 ملعب معتمد من الاتحاد الافريقي، راه الدوبل ديالنا حنا ابين الدوبل. حنا راه عندنا 7 يعني وهما عندهم 16 ما شاء الله. يعني ما شاء الله الناس خدمت، الناس وصلت ومازال باقي 3 ملاعب راهم يتخدموا، ومازال شي جوج اخرين في الدار البيضاء ديال تيسيما وشي ملاعب اخرين في الدار البيضاء. المغرب قادر يوصل 25 ملعب مغطي معتمد من طرف، يعني اول مره في التاريخ. جنوب افريقيا وعندها 10، جنوب افريقيا بقاو عندها 10 معتمدين. وتخيل المستوى اللي وصل له المغرب لصحافه زيكو، وانتم تكذبوا عليهم وديروا البروباغندا في السوشيال ميديا. علاش حنا بقى فيك الحال؟ لان انت بلد البترول والغاز، نورمالمون يكون عندك 20 ملعب، تكون عندك لي فنادق، تكون عندك هذاك الشيء. انت عندك 7 ديال الملاعب وخالع الدنيا ونهار كامل انت تزقي. ولو كان غدوه ملعب 5 جويليه حتى هو ما يكونش، ولا هذيك 5 6 كيف كاين الناس. الا باو الملاعب عاد الملعب عاد الى الكازو ما كاينش، عاد في ملاعب اخرين ما تقدرش تلعب فيهم. والبطوله شفناها شحال مره ما لعبتش شحال ملعب بسبب الكازو. يعني وكاع هاد الكارثه، وتجيو تحلوا فمكم في السوشيال ميديا وبارح فرحانين باش بميداليه عاديه، ميداليه عاديه برونزيه الناس دارت عليها الهلاله. انا قادر عاود العام الجاي ما نكونش، لانه ما عندناش بطوله سيدات، ما عندناش بطوله نسويه. قادر من العام الجاي عاد العامين اخرى كاس افريقيا هذه السيده تندار في زامبيا ولا تندار في شي دوله، لانه القجع اصلا قال لهم ديو عليا كل شيء. يعني تندار في بلد افريقيه ما تقدرش توصل، ما عندكش مستوى باش توصل. مصر باش غادي تنظمها عارفه راسها ما عندهاش منتخب، تقول لك انا واش ننظم ندير بيه؟ فين غترميها؟ ترميها جنوب افريقيا. جنوب افريقيا عندها 10 ديال الملاعب، تقول لك انا ما ننظم، عندي مشاكل داخليه. تبقاو تدوروا بها ما تسيبوش وين غتنظموها. يعني باش تقول لي بانه غادي تولي دير هذا الانجاز من المستحيلات السبع. لانه علاش؟ لانه هذو لعيبات غير جبناهم وانتم ديروا في البروباغندا والكذوب. وعندك 7 ديال الملاعب، مصر عندها 8 دخلوا، عندها 3 ديال الملاعب. نفهمكم قصه مصر عطاوها 3 ملاعب في الدور التمهيدي، بصح دور المجموعات لا. علاش؟ لانهم عطاوهم المغرب هاد الدور التمهيدي خدشوا بهم، ما كانش ملاعب من مصر عندها 5 ولا 6 وكل شيء ما مغطي حتى حاجه ما مغطيه عندها. الغازو في مصر كاين مشكل كبير وكبير بزاف في مصر، ما عندوش الغازو، وهذه معروفه كاع يعرفها الا ملعب القاهره. من تونس عطاوها 3 ملعب رادس وجوج ملاعب اخرين زادوهم لا في دور التمهيدي، بصح من دخل دور المجموعات تروح الرادس تلعب بقى عندك غير ملعب. ليبيا عطاوها حتى هي 3، ليبيا شويه راه الديفلوبرات طلع. وتجي تقارن راسك، تقارنوا راسكم في افريقيا المستنقعات. مو هذوك ساليكان عندهم غير واحد، ساليكان عندهم غير واحد، بصح ما عندهمش انديه حتى هما اللي يلعبوا، ما كان الانديه ديالهم الاول. لي صوتو هذيك اللي غادي يلعب مع المنتخب المغربي ما عندهاش ملعب، خاصك نورمالمون تلعب معاها تما، خاصك تدبر لانه لا كوب دافريك ديال المنتخب المغربي خصو يلعب برا. يعني خاصها تدبر لي صوتو. الانديه اللي حاصلين مثلا الزمالك غادي تستقبل كاع في بلادها المقابلات الاخر، المقابلات ديال الدور التمهيدي. الزمالك استقبلهم الي روتور في مصر. شوف الفضيحه فين وصلت، شوف الكارثه فين وصلت. تجيو تقارنوا راسكم بلد اسمه المغرب ب 16 ملعب. هذا عاد ما قلناش ملعب وجده، المولوديه الوجديه، الملاعب ديال وملعب يمكن الحسيمه جوكغوا وملعب اخر. يا ودي راه وملعب ديال العيون نكون يزيدو تا هو اعتمدوه. هذاك ديال العيون تا هو ديروا له الاعتماد باش هذيك هي تكملوا عليه. ويجيك واحد هنا بصباع يجيك في الكومونتيرات ولا يجيك في تيك توك. حنا وعندنا واش عندك انت؟ روح اصاحبي، راه الكارثه والفضيحه الكبيره هي هذه اللي راك فيها. حنا دوله البترول والغاز بلك شايف باش يعتمدوا لك على ملعب ديال المولوديه هذاك وقفوه على حساب الاشغال. خصك دير هذاك السقف ديالو راه طايح. قارنوا راسكم، راه حشومه. انا كنشوفكم لو كان زعما بيني وبينكم نقسم لكم بالله، هاد الملاعب اللي شفتوهم وهاد التقدم اللي شفتو فيه المغرب والملاعب اللي راهم جايين في الطريق، والله بيني وبينكم ندير راسي هاك ونسكت. والله ما نبقى نهضر على دوله اسمها المغرب، نخليها في الثقه. نقول لهم اسيدي خليوها تنظم، الا ما عندناش حنا فين غادي ننظم. راه والله وما سبطوا المغرب رفد هاد افريقيا ونظم لها بحال كره القدم ديال الصالات ما كانتش قاعد تكزيستي. كاس افريقيا السيدات ما كانش قاعد تكزيستي. البطولات هادو ديال الشبان ما اكزيستيوش كاع، فيها ما كانش. راكم ماشي المغرب الجهد ديالو هو انفانتينو البارح شكرهم على التنظيم ديال كاس افريقيا السيدات. ما كانش. هو راه يشوف الراس، وهذا انفانتينو راه يتفرج. وكش راه يتفرج؟ اللي صحافه زيكو وحافظ الدراجي
والاتحاد الاوروبي وهذوك الروينه الفاسدين والمخروضين ما باغيينش انفانتينو. علاش؟ لان انفانتينو يقولوا المعقول، شاف بلد كيما المغرب خدامه، موتيبي يشوف الناس خدامين، ولكن هما لا، ما خاصهمش هذو اللي يخدموا، خاصهم ناس فاسدين، ناس مفسدين، خاصهم ناس شفاره من غير روح رول عليا ورول. دي اعتمد على ملعب في دشرة، اعتمد على والديه الكلب. يعني ما خاصهمش الناس يبغوا يخدموا مركزين في العمل ديالهم. مثلا الملعب ما يتعتمش، لا ما عجبوهمش هاد الناس، عجبهم الفساد، لانه حنا عندنا غارقين في الفساد، يعجبهم الفساد. حنا كيما رئيس الاتحاديه يوتيوبر يتحكم فيه، سي نورمال. وسط الحاضر واش يوتيوبر يتحكم في رئيس الاتحاديه بقى شي حاجه تهضر عليها انت؟ يسوقوا في الاتحاديه كي بغا، ها واش دير، ها واش دير. شتو راه متهجم على اللقجع، شتو هذاك اليوتيوبر في الفيسبوك متهجم على اللقجع ومنها طاطات. يا ودي روح شم على روحك، روح راك عاد صغير، كاع حياتك كامله فساد وكلام، غادي تغرقها تكملها حباسات. روح نهار اللي غادي يجمعوا معاك، نقسم لك بالله تكملها في الحراش. مازال ما عرفت مين يجمعوا معاك وتجي واخا تقول لهم في الحراش كنت ندافع عليكم، كنت طايع على القجره، واحد ما يعقلش عليك. روحوا ابن عمي ديروا شي حاجه لعمركم. راه هاد الدوله هذه والله ما تعقل عليك يا ما تدافع عليها وتضرب في القجع وتضرب في رموز المغرب ومنا وتحسب راسك راك بلا قاضي الشغل. يا والله ما يعقلوا عليك. نهار تجي في جرتهم في الطريق، والله القسم انت الاول تدخل الحبس، السجن انت الاول تعنقه ديريكت، يعني ديريكت يدخلوك، يرفدوك كيما راهم يرفدوا هذوك عباد الله ويديهم، هاكاك يرفدوك. الله يهديكم شويه، تعقلوا كونكم رجال وترفعوا المستوى. نتوما عندكم مستوى في الحاضر. جوارينكم ب 16 ملعب، انت ما عندك 7 ملاعب فضحت راسك، ما قادرش تنظم بطوله، ما قادرش تنظمها ما بين الجهه، والله ما تقدر تنظمها. وتجيو تشركوا فيهم، قولين هما فيكم الحسد والغيره والبغض والغل اللي ساكنكم لداخل، هو اللي يخرج هذاك الشيء هذا. والله المغرب ما توصلوه لا في بنيه تحتيه لا في طرقات. انت بنفسك يا واحد اليوتيوبر، يا واحد المفسد، يا واحد اللي تحكم في التحكيم، نتوما بنفسكم شفتوا بانه المغرب هرب عليكم، مشيتوا لهذيك الدوله وكليتوا ملحه وعرفتوها على حقيقتها، عرفتوا بان المغرب هرب عليكم. ما راضيش داخل ديالك تهضر، صحابك برا، صحابك وكذا منا تقول لهم بان المغرب هرب علينا، ولكن خليوني ندير البروباغندا في الفيسبوك باش تنوم الشعب انه راك تضرب في المغرب وتضرب في القجع. لا انت راك تكذب. انت من شدوك بانه تخدم وتختلس الاموال ديال التحكيم وتشفر الاموال ديال التحكيم وضارب مغلغل في التحكيم، وشدوك بانه عندك الحكام في الدار في فهران وكل شيء، وهذا الشيء كلشي مداير. هذاك الشيء علاش نقلب انت على اللقجه وباغي دير البروباغندا باش تكذب، باش تخلغل. ما تقدرش، انا نقولها لك، نجيك فاصا تقدرش. المغرب كبير عليك وهرب عليك، وانت بنفسك مشيت لهذيك البلاد وشفتها، ونتعاهد انا وياك الا وصلت لهذيك البلاد روح قول لي ها وجه المره الجايه، ها وجه الا وصلت لهذيك البلاد، عقل عليها مليح واش يجي لها مليح. الهجومات الاخيره اللي درتهم على فوزي القجع بينت تما صافي، حرمتها على راسك، مقطعها من الجدر. نقول لك هذا كينسى هذيك البلاد، يمشي المنتخب ديالنا يلعب تما ما يلعبش تما غير يقطع. لا حول ولا قوه الا بالله. كونكم شويه رجال، تعقلوا غير شويه. بصح الراجل خصو يبقى عند الكلمه ديالو. المهم نتمنى الميساج ديالي يكون وصل. المهم دوله هاربه عليك، بغيت ما بغيتش هاربه عليك. ياك انت تقول حنا وحنا 16 ملعب معتمد الاولى في افريقيا، يلا ومازال توصل ل 20 25، تبقاو غير تفرجوا. بقاو يحلفوا نتوما ما قادرينش. الدول الافريقيه ما عندهاش دوله صحيحه باش تنظم كاس افريقيا، ما قادرينش تنظموه. غادي يديروا 28 منتخب ما تقدرش تنظمها. ولا داروا هذاك الدوري الاممي تما نتفرج عليك في الدوري الاممي. المهم هذا ميساج راني خليته لك الاخر ديالك.